الاهلي وصفقات المليار اتعادلوا النهارده مع مودرن فيوتشر. تخيل مودرن فيوتشر، يعني انت مش بتحكي بقى مثلا يعني نادي افريقي ولا نادي عالمي ولا بالميراس، لا احنا بنحكي لك بالميراس السابع البرازيلي طلعوا من كاس العالم. احنا بنحكي فيوتشر، عارفين فيوتشر يعني فريق على قد حاله، يعني مثلا نقدر نقول كده كله على بعضه 800 مليون. الاهلي اللي جايب صفقات فقط مؤخرا متعديه ال 2 مليار جنيه فقط، جايبهم عشان كاس العالم اللي هو خرج منه حصاله. النهارده اللعيبه دي كلها موجوده، زيزي وميزي وفيزي كلهم موجودين، وبالعافيه اتعادلوا مع فيوتشر. كان بس ناقص الحكم هو اللي ينزل يجيب الاهداف، وهو اللي يدافع عشان ما يدخلش فيهم هدفين، يعني هو اللي يجيب اهداف وهو اللي يدافع عشان يجيب هدفين، عشان بس الاهلي يقدر مثلا ايه، يعني ده اللي كان ناقص. يعني نعمل لكم ايه تاني علشان تفوزوا؟ نغير لوائح تاني، نغير لوائح، نقول اي مباراه يتعادل فيها الاهلي نعتبرها فوز، زي ما غيروا لوائح الدوري ولغوا العقوبه بتاع الاهلي عشان يدوا له الدوري سرقه، دوري بيراميدز لسه مسروق لغايه الان. فهي دي الرياضه المصريه، وهو ده الاهلي اللي سارق اللعيبه وسارق الميزانيات وسارق الفلوس وسارق كل شيء، والنتيجه صفر.